أوصى الإمام الحسن المجتبى أخاه الحسين عند استشهاده وقال: يا أخي، إذا قضيت فاغسلني وكفني واحملني إلى قبر جدي رسول الله لأجدد به عهدا، وأقسم عليك إن امتنعوا ألا تريق في أمري دما. فعمل الإمام الحسين بوصية أخيه وحمله إلى قبر جده رسول الله. وظن مروان وبنو أمية أنهم يريدون دفنه عند رسول الله، فاجتمعوا بالسلاح، ولحقتهم عائشة على بغلها وهي تصرخ: ما لي ولكم؟ تريدون أن تدفنوا في بيت من لا أحب؟ فتقدم ابن عباس إليها وقال: وسوءتاه يا عائشة، يوما على جمل ويوما على بغل، تريدين أن تطفئي نور الله وتقاتلي أولياء الله؟ وكادت أن تقع بين بني هاشم وبني أمية مقتلة. فقال الإمام الحسين: والله لولا عهد أخي لرأيتم سيوف الله تأخذ من هؤلاء مأخذها، لكنه أقسم علي ألا أخاصم في دفنه أحدا. ثم رموا جنازته بالسهام. أبو نيدل أبو نزري